السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة بتشوفيني فانا امنية علي ودي قناتي. هنتكلم النهاردة عن ازاي اوفر من مصروف البيت واعمل خطة للتحويش واستمر عليها. بس انا النهاردة جبت شوية مشتريات هقولك عليها واحنا بنتكلم. جبت 5 كيلو رز، لقيت عليه عرض هو ب175، جبته ب155. طبعا الرز السايب ارخص من كده، بس هو عجبني فجبته. وجبت تفاح الكيلو برضو عليه عرض، الكيلو ب50، جبت كيلو ونص ب75، جميل حلو يعني. وجبت 2 كيلو طماطم، الكيلو ب12، جبت ب24 جنيه طماطم. حلوة تنفع للسلطة، وانا اصلا عندي طماطم مفرزاها صلصة. وجبت بصل الكيلو ب10 جنيه، جبت 2 كيلو. وبطاطس جبت 3 كيلو ب20 جنيه. ومعاهم كيس مسحوق غسيل، بس انا ببعده يعني مش بخليه قريب من الاكل عشان ما يلقطش، يعني الريحة بتاعته نفاذة جامد فبشيله بسرعة، مش بقعده جنب الاكياس. وجبت كمان سمك هيظهر دلوقتي جنب المشتروات دي. هنتكلم بس النهاردة ازاي اوفر من مصروف البيت واعمل خطة للتحويش واستمر عليها واحقق اللي انا عايزاه. اول حاجة قلنا اول ما مصروف البيت يجيلك او المرتب طلعي صدقة. الصدقة دي حلوة جدا، ممكن تطلعي حتى لو 5 جنيه، لو سندوتش، لو شوية رز وطبيخ نزليهم لأي حد محتاج، يعني لو 2 جنيه، انتي على قد ظروفك وعلى قد امكانياتك. تاني حاجة في خطة التحويش، لازم القرار يبقى نابع من جواكي ويبقى فيه هدف انت عاوزاه، والهدف ده يكون واضح وواقعي مع امكانياتك. ما ينفعش يبقى دخلي مثلا 1000 جنيه في الشهر واقول انا اخر السنة عايزة 100 ألف جنيه، طب فين الاكل والشرب، هجيب الباقي منين؟ لازم يبقى الهدف واقعي وفي حدود امكانياتي. دلوقتي السمك، انا هكلمك عن السمك. انا جبت سردين وروسي وبولتي. جبت كيلو ونص سردين، هعمل نصه مخلل احدقه يعني املحه، والنص التاني هعمله صينية، والاتنين موجودين على القناة. انا عايزة اعمل الاتنين صراحة، او ممكن الصينية اغيرها واقليه، يعني على حسب ظروفه وقتها. هو مجمد فانا هكمل تجميده، هشيله بس في اكياس، هقسمه على نصين، ده كيلو ونص هقسمه على نصين وهشيله في الفريزر. وجبت سمك بولتي، جبت 2 كيلو، طلعوا 7 سمكات. هعمل 4 النهاردة في الفيديو معاكم مشوي، والباقي هشيله يقليه يشويه بعد كده، هو مجمد برضو يعني، فانا هشيلهم قبل ما يفكوا تجمتهم. هو السمك اللي حواليا كله مجمد. وجبت كيلو سمك روسي. البولتي جايباه ب80، جبت 2 كيلو جبتهم ب160، والروسي ب100. جبت الكيلو ده طلع 6 سمكات. والسردين الكيلو ب70، جبت كيلو ونص ب105. الروسي بقى ممكن اقليه، ممكن اعمله صينية، ممكن اعمله سنجاري على حسب يعني، بس انا دلوقتي هعبيهم في اكياس، وهطلع من البولتي مرتين ومن السردين مرتين. والروسي ممكن اعمل مرة 3 سمكات ومرة تانية 3 سمكات، مرة صينية يعني ومرة سنجاري، او اشويه، يعني حسب بقى انا ومزاجي وقتها هعمله ازاي. بس انا هطلع مرتين روسي يعني يومين، والسردين هعمل منه مملح وصينية يومين. هو المملح يعني غالبا بسيبه في التلاجة كده للي عايز، يعني مش بيبقى وجبة، مش بعمله وجبة يعني، الا لو فيه فسيخ يعني يبقى جنب الفسيخ او رنجة. والبولتي هعمل منه وجبتين. البولتي دلوقتي هشويه. نرجع بقى ازاي اوفر من مصروف البيت. انا قلت الصدقة، والهدف لازم يكون واضح والقرار نابع من جوايا. تالت حاجة واهم حاجة ان انا احط خطة للتحويش، والخطة دي لازم تكون واضحة، والاستمرار عليها ده مهم جدا. الاستمرارية هي اللي هتخليني اوصل لهدفي. يعني مثلا لو باخد 2000 جنيه في الشهر، اشيل 20% دي ادفع لنفسك، اللي احنا بنقول عليها اول ما امسك مصروف البيت ادفع لنفسك بعد الصدقة. طبعا هدفع 20% يعني 400، اخر السنة هيبقى معايا 4800 يعني جرام دهب.
وقلنا ازاي نحوش في حصالة وفي برطمان. الفكة مثلا اعمل لها مع المصروف ماشي، لو هاخد 5 جنيه و10 جنيه في اليوم، المصروف مع الفكة يتشال في برطمان صغير، غير ال20% اللي انا شايلهم. ال20% ده اساسي التحويش. بس بقى اجمع الفكة، اعمل مصروف صغنن كده مع الولاد، اخد 5 جنيه زيهم، اخد 10 جنيه لو بياخدوا 10 جنيه. واول ما اجمع 50 او 100 احطها في البرطمان الكبير، والبرطمان الكبير ده انساه تماما. ولما اجمع مبلغ ان شاء الله يعمل نص جرام دهب، اروح اجيب مثلا قفل سلسلة حرف دهب مستعمل، يعني حاجة عشان ما ادفعش فيها مصنعية كتير. بس انا الفكرة ان انا بحافظ على قيمة الفلوس. التحويش والتوفير عمره ما كان بخل ولا حرمان، ده ترشيد استهلاك وتقليل من المصروفات. انا دلوقتي عملت السمك اكياس، عملت 2 سردين وواحد روسي وواحد بولتي و4 سمكات حشويهم. الشوي بقى هجيب صينية ادهنها زيت واعمل السمك بالردة وادخله الفرن تحت الشواية. وفي فيديو لشوي السمك. هنرجع تاني للتحويش. التحويش ده لازم يكون اساسي في حياتك ايا كان حالتك الاجتماعية، انسة متزوجة، ايا كان حالتك الاجتماعية، سواء بتشتغلي او ست بيت، لازم يكون معاكي فلوس في ايديكي او دهب. الفلوس لما بنحتاجها، يعني لما بنشيلها ونحتاجها وقت عوزة بتنفع جامد. عاوزة دكتور، عاوزة حاجة ضروري، لازم يكون معاكي حاجة. عايزة تعملي شقة، تجهزي بنتك، تشتري عربية. التحويش ده حاجة، ده بتسند عليها بعد ربنا. فالتحويش حاجة مهمة جدا في حياتنا. لازم يكون معايا فلوس في ايديا وفي بيتي. يعني الطوارئ بقى اللي انا اشيلها في البيت لازم تكون اقل حاجة من 3 ل6 شهور. يعني مثلا لو دخلي في الشهر 1000 جنيه ولنفرض، لازم يكون متوفر في البيت للطوارئ من 3 ل6 شهور. اي حاجة تحصل، حد يتعب، جوزك يقعد من الشغل، اي حاجة تحصل، لازم يكون في البيت متوفر من 3 ل6 شهور. دخل اجمالي دخلك اضربيه في 3 او 6 شهور، ده على الاقل لازم يبقى متوفر في بيتك. دلوقتي انا جبت صينية عشان الصينية بتاعتي بتلزق. هي لو مش بتلزق هحط السمك على طول بالردة، عشان هي بتلزق فبرش الصينية زيت وارشها بالردة، وبعمل كفر كده بحيث ان السمك ما يلزقش ويتسلخ، ولا ان الصينية تبوظ مني وتتحرق. زي ما بنعمل مثلا للكيكة، بنعمل لها كفر كده دهنة سمنة او زيت ونرشها بالدقيق، بنعمل نفس الحاجة عشان السمك ما يلزقش، وكمان عشان احافظ على الصينية. هرش السمك بالردة واحطه في الصينية واشغل الفرن شواية وفرن من تحت وشواية من فوق. ممكن لو الاتنين ما بيشتغلوش معاكي، انا جربت قبل كده كان الفرن عندي بايظ والشواية هي اللي شغالة، شويت السمك بالشواية بس كان جميل جدا وطلع متلدن وحاجة اخر جمال. نرجع تاني بقى للتحويش. لو انتي بتقولي انا ما بعرفش احوش واللي جاي على قد اللي رايح، يبقى هنا انتي عندك مشكلة. لازم تقفي وقفة جامدة مع نفسك، لازم تقعدي تفكري كده، تجيبي ورقة وقلم وتكتبي مصاريفك وانتي بتودي فلوسك فين. اول ما تكتبي انتي بتصرفي فلوسك في ايه، هتلاقي حاجات كتير كتير ملهاش لازمة بتضيعي فلوسك فيها. انتي ممكن تاخدي الفلوس اللي انتي بتشتري بيها الحاجات اللي ملهاش لازمة وتوفريها وتحوشيها، وشهر على شهر هتعمل مبلغ كبير، والحاجات دي انتي اساسا بتجيبيها هي ملهاش لازمة. فهماني؟ فالكتابة بالورقة والقلم بتوضح لك انتي بتودي فلوسك فين. هكتب الاساسيات، اساسيات بيتي اللي انا ما اقدرش استغنى عنها: ايجار، اقساط، علاج، بامبرز، لبن اطفال، فواتير مية وغاز وكهرباء ونت. الحاجات دي لازم اطلعها. طبعا الحاجات دي ثابتة كل شهر وانا ببقى عارفة هي بتتكلف كام، فهطلعها الاول. طبعا ده بعد الصدقة وبعد ال20% اللي انا بعملها. هو انا يعني بعد ما اعمل الصدقة واشوف الاساسيات والحاجات اللي بتطلع من الاكل والشرب، انا امكانياتي قد ايه، هحدد بقى هشيل 20% ولا 10%. لو دخلي ضعيف جدا اشيل 10%، لو دخلي وسط اشيل 20%. 20% دول يتناسوا تماما. التوفير كمان، انا ممكن اطلع حاجات كده من مفيش، غير ان انا حطيت ايديا على الحاجات اللي بتضيع فلوسي لما كتبت بالورقة والقلم. التفريزات مفعولها خطير يا بنات. تفريز الخضار في الموسم بتاعه
بيفرق جدا لان سعره في الموسم بتاعه غير بقية السنة. يعني انا لو فرست الملوخية والبامية والبسلة والحاجات دي والفاكهة في اوانها، بجد هتفرق كتير غير لما اشتريها مجمدة او يبقى نفسي فيها في وقتها وانا مش لاقياها يعني. وكمان التفريزات بتفرق في حاجة، يوم كسلانة تنزلي تشتري حاجة، يوم مفيش فلوس، ظرف طارئ جالك ضيف، عندك حاجة في البيت، الفول ده لازم اساسي عندك في التلاجة، على الاقل كيس فول يعني بينفع كتير كتير. والتفريز قلنا له طريقتين، انك توفري كل اسبوع من 50-60 جنيه للتفريز، او تجيبي من كل حاجة كيلو تطبخي نص والنص التاني يتشال ويتنسى، اخر الموسم هتلاقي عندك 3-4 كيلو وما حسيتيش بيهم. دلوقتي انا بعمل المية للتمليحة او التشريبة، جبت مقدار مية اللي هحط فيها السمك، حطيت معلقة ملح ودوبتها، وهحط معلقة من هريسة الشطة ومعلقة من التوم المفروم، هو مش توم، هو عيدان التوم، احنا كنا واحنا بنعمل فيديو التوم عملتها معاكم، دي عيدان التوم مفرومة بملح ومتخزنة كده. وهي بقى بصراحة ريحتها جميلة جدا ونفاذة واقوى من ريحة التوم نفسه. هدوبهم كويس مع بعض. فيديو التوم كان فيه 6 طرق مختلفة لتفريز التوم، عملنا التوم البودر وعملنا التوم العيدان وعملنا التوم بالفصوص سواء بقشره او من غير قشره. فيديو التوم وفيديو هريسة الشطة هيظهروا في اخر الفيديو، مع فيديو ازاي تعملي ميزانية لبيتك وازاي تعملي جمعية مع نفسك وتوفري وتشتري دهب وتعملي شقة وتجهزي بنتك وتساعدي ابنك وتدخلي جامعة. دلوقتي هحط هي اللي باقي بس في التمليحة ان انا هحط ليمونة وهدوب ده كله واستنى لما السمك يستوي من فوق ومن تحت، وهحط فيه هحطه في المية. دي طريقة امهاتنا زمان اللي هي يطلعوه يحطوه في مية 10 دقايق على الجنب ده و10 دقايق على الجنب ده، وبيطلع زي الفل وبيتقشر بمنتهى السهولة. فايدة المية حتى انتي لما بتجيبيه جاهز هو بيرشوا مية، المية بتخلي بخار المية بقى لان السمكة سخنة جدا، وانك تنزلي مية ساقعة عليه فبيخلي القشرة بقى اللي هي بالردة تنفصل فتتقشر بسهولة. دي فايدة المية، سواء عملتيها على الناشف زي اللي هم المحلات ما بتعملوا ترشي مية الخلطة وترشي مية او تحطيه في مية. هنرجع تاني بقى للتوفير. لازم اتحكم بقى في النفقات بتاعتي وافرق بين الرغبات والاحتياجات. حاجة بس عايزة اقولك عليها قبل ما اتكلم عن الرغبات والاحتياجات، نزلة السوق تبقى مرة واحدة في الاسبوع، اكتب كشف باللي انا عايزاه وهجيب ايه واكتب كل حاجة وانزل اجيبها مرة واحدة. ويستحسن السوق الكبير، فيه كل بلد لها سوق يوم معين كده، ده الفكرة في السوق ده ان بيبقى فيه تفاوت في الاسعار، فانت بتنقي الحاجة على حسب امكانياتك، بتعملي كده زي مناقصة وتجيبي اقل سعر واحلى حاجة يعني، غير ان انت تشتري من المكان اللي جنبك بتبقي مضطرة للسعر وتجيبيها حتى لو بايظة هتجيبيها غالية، وكتر النزول بيجيب مصاريف اكتر. فهي مرة واحدة ابقى عارفة انا هشتري ايه وهعمل بقية الاسبوع اللي جاي هعمل ايه الاكلات، اشتري اللوازم بتاعتها. هنتكلم بقى دلوقتي عن ازاي اتحكم في المصاريف، ان انا اتحكم في النفقات بتاعتي. النفقات ان انا افرق بين الرغبات والاحتياجات. النفقات الضرورية زي فواتير ومصاريف جامعة ومدارس وعلاج وإيجار. الرغبات بقى مثلا عايزة برفان، عايزة ميك اب، عايزة طرحة، عايزة خروجة، ماشي نخرج، بس في فرق بين الخروجات المكلفة والخروجات المجانا. قلنا نروح الأماكن اللي فيهاش تذاكر، ناخد الفشار معانا، نجيب شوية لب، نعمل كيكة كده، يعني في حاجات موفرة يعني، لأن في حاجات كتير أنا عاوزاها وحاجات محتاجاها، فأعرف الفرق بين اللي عاوزاه واللي محتاجاه. في فرق كبير بين اللي محتاجاه واللي عاوزاه. اللي عاوزاه قلنا زي ميك اب وبرفان وطرحة ده ممكن يتأجل شوية، لكن اللي محتاجاه أكل وشرب وفواتير وإيجار ودروس ومصاريف جامعة، دي الحاجات الاحتياجات دي لازم تتاخد الأول من المصروف، واطلع بند الاحتياجات الاول والحاجات الضرورية، وبعدين اشوف الحاجات اللي انا عاوزاها او الرفاهيات يعني. تمام. اعمل ميزانية البيت ازاي؟ انا هقسمها الاول تلات اجزاء. قسم 50% للاحتياجات الاساسية، فواتير وايجار وعلاج ومصاريف جامعة ودروس ومدارس واكل وشرب، دي 50%.
ال30% بقى المستوى المعيشة. لو البيت فيه عربية يبقى البنزين بتاعها، لو حاجة عايزة تتصلح ما استناش ان انا اكركب الحاجة، او الجهاز لو مثلا عايز زرار لا اركنه لغاية اما الموتور يتحرق، لا اروح اصلحه على طول من ال30% اللي انا شايلاه. جالي مثلا حد من قرايبنا كان مجاملني قبل كده ومديني فلوس، وانا جت عنده مناسبة فلازم اسد اللي عليا. حد تعبان وانا عليا ليه فلوس او عايزة اساعده، يعني يبقى ده من ال30%. ال20% قلنا للادخار وللتحويش، ده ال20% ده ادفع لنفسك اولا، ده لازم يكون اساسي في حياتك، صدقيني هيفرق معاكي كتير. وفيديو الجمعية قلنا ازاي تحوشي 36,000 جنيه في السنة، وازاي تحوشي 18,000 جنيه في السنة، وازاي تشتغلي من البيت وانتي قاعدة في البيت. حوشنا بقى نشغل فلوسنا ونحافظ على قيمتها ازاي؟ ان احنا نشتري دهب، لو قفل سلسلة، لو حرف صغير، حاجة من غير مصنعية. المرة دي جبت حاجة صغيرة مثلا نص جرام، المرة الجاية جرام، اللي بعدها مثلا جرام ونص. ممكن اجيب خاتم صغنن، في خواتم بتبدأ من جرام واتنين ملي يا جماعة. يعني اجيب بقى حاجة البسها، منها انها ما تتنطرش، ومنها ابقى انا الست بتبقى مبسوطة لما بتلبس حاجة دهب كده. ابقى شايلها وهي فلوس انا حافظة قيمتها. شوفي اللي اشترى دهب من 10 سنين و15 سنة كان الجرام ب200 جنيه وب100، وشوفي النهاردة بكام. اللي اشترى دهب من زمان كسب كتير، واللي هيشتري دهب النهاردة كمان 5 6 سنين مش بعيد السنة الجاية تقولي هو كسب كتير. فانتي بتحافظي على قيمة فلوسك لما بتجمديها في دهب. او لو مش عايزة تشيلي فلوسك في دهب، وانتي مثلا بتعرفي تتاجري في حاجة معينة وعندك خبرة ليها، تعملي مشروع خاص بيكي. وقلنا كذا حاجة، كذا مشروع انتي ممكن تعمليه من البيت. ولو عملتيه، لو تعملي معجنات وتبيعيها عن طريق النت في بلدك، او مثلا تنظيف الخضار. انا اعرف واحدة وقلتها في فيديو قبل كده، بدأت بتنظيف خضار وتجهيز اكل بيتي، حاليا هي الشيف بتاع البلد، وبتعمل كحك وبسكوت للعرايس، وبتعمل اكل الخطوبة واكل الفرح، بقت شيف ومشهورة. وجابت ناس كمان، يعني فتحت بيوت حواليها، يعني جابت ناس كمان يساعدوها من كتر ما الشغل زاد جدا. وهي بس كانت عايزة تشتغل من البيت وتسلي وقتها بس، مش اكتر من كده. ممكن تدي دروس اونلاين، ممكن تفتحي قناة على النت، ممكن حاجات كتير جدا تعمليها تزودي دخلك وتعملي مشروع خاص بيكي وانتي في البيت. بس هقولك على حاجة، يعني التحويش عمره ما كان بخل وعمره ما كان حرمان. التحويش ازاي انا ادير ميزانية بيتي. دلوقتي السمك انا طلعته من التمليحة بتاعته وحطيته في طبق. هو بيتقدم مع رز ابيض وسلطة ومخلل وجرجير ممكن، او ممكن يتاكل بعيش. السمك من الاكلات الجميلة. وفي فيديو بالتفصيل عن السمك، فيديو التوم وهريسة الشطة والجمعية والميزانية، هيظهروا في اخر الفيديو. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.